كان اكو شيخ بزمن صدام اسمه عبد الغفار العباسي. هذا الشيخ ملطلط، كان يطلع على تلفزيون الشباب ببرنامج اسمه المؤمن. وهذا الشيخ كان يحلل ويحرم بكيفه، ويوميا طلع له فتوى بالتلفزيون ومسوي له بلبله. فد يوم من الايام كنا انا وابو شاهين بن الناصريه طالعين بالسياره، فمرينا من يم اللجنه الاولمبيه اللي كان يترأسها عدي صدام حسين، وكان اشوف الشيخ عبد الغفار العباسي يتمشى ويريد يفوت للجنه الاولمبيه. فقلت له ابو شاهين هذا مو الشيخ عبد الغفار؟ قال لي ايه، هو جاي يسوي هنا. قلت له والله ما ادري. قال خلي اشوف شنو سالفته. فطبقنا عليه، السلام عليكم السلام. سأل ابو شاهين ها حجي وين رايح؟ قال له اللجنه الاولمبيه. غير؟ قال له ادري، بس ايش عندك هنا؟ قال له جاي استلم راتبي. قال له ابو شاهين ادري، انت كو جا مرحبا ويا الرياضه، وشنو تاخذ راتبك من اللجنه الاولمبيه؟ غير راتبك من وزاره الاوقاف والشؤون الدينيه؟ قال له مو اني اختلف عن باقي الشيوخ، راتبي حصرا من اتحاد كرة القدم. فاني قلت له وبيش تختلف عنهم؟ وليش الا من اتحاد كرة القدم حصرا؟ قال مو اني لاعب بالدين طوبه. فانا وابو شاهين ظل واحد يباع بوجه الثاني. فقلت له عمي يلا يمشي اطلع، هاي الشغله خربانه. المهم عاد البارحه تخابرنا انا وابو شاهين وذكرته بهاي السالفه. قال لي اتذكر، وهسه بما يسمون نفسهم رجال دين، اذا عبد الغفار لعب بالدين طوبه، هسه الجماعه المعممين بالبرلمان ومؤسسات الدوله لعبوا بالشعب ومؤسسات الدوله وسياده العراق طوبه. عاد شو وقت يعتزلون اللعب ونرتاح منهم؟ والله تعبنا وملينا. انا هم قلت له والله عمي تعبنا وملينا صدق، وتعيشون وتسلمون.